الإشكالية عندما تستعمل النصوص في غير ما أنزلت له، كما قال إذن لي ولا تفتني عندما تركوا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إذن لي ولا تفتني، فاعتبر أن الخروج إلى القتال هو الفتنة. فالله سبحانه وتعالى قال ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فحتى مفهوم الفتنة، المصيبة عندما تعتبر الجهاد في فلسطين فتنة. الفتنة أحد معانيها هو أن لا تعرف الحق من الباطل، يلتبس عليك الأمر فتقول والله الأمر ملتبس ولا أعرف الحق من الباطل، فالموضوع فتنة. ولنفترض أنك اعتبرته فتنة، فهو فتنة بالنسبة لك وليس بالنسبة للأمة، وليس بالنسبة للذي اتضحت له الرؤية. فواجب عليك إذا اعتبرت الأمر فتنة أن تعتزل، أنت تعتزل فقط، مو تأمر الناس بالاعتزال لأنك أنت رأيت أنها فتنة. طيب المسألة واضحة عند بقية المسلمين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر، فسطاط محتل وفسطاط أهل الأرض، فسطاط ظالم وفسطاط مظلوم. المسألة واضحة بالنسبة لي. أين الفتنة في المسألة؟ الفتنة إذا التبس عليك الحق من الباطل أن تترك، لا أن تأمر غيرك ممن اتضحت عنده الرؤية. ومن هنا نعرف بأن هذا الاستعمال، هذا المصطلح هنا هو استعمال توظيف المصطلح وليس تطبيق لهذا المفهوم. توظيف هذا المصطلح في الإرجاف وفي صد الناس عن الجهاد وفي التخذيل. وهنا تأتي الخطورة.